محمد القط، نجم من نجوم شركتنا. بس محمد حبيبي يا ريس، عايزين نتكلم على التمثيل بقى والحاجات. الحلقة الثانية من مسلسل ناوي تعمل ايه؟ والله الحلقة التانية مش عارفين لسه الدنيا فيها ايه، يعني حسب الأدوار. انت عايز خط الدور بتاعك هيبقى ازاي؟ بما انك انت الراجل مدير الشركة. لا مش فكرة ان انا ابقى مدير الشركة، ان انا انفذ الدور اللي هيناسبني انا هعمله. حتى لو كان ليه تأثير سلبي على حياتك الشخصية؟ لا بجد يعني لازم تقول ايه؟ حبيبي يا ريس. طب احكي لنا ايه اللي حصل؟ ولا حاجة يعني. المشهد الجميل اللي مع السكرتيرة، ايه اللي رد فعله؟ لا اصل هو يعني ما حدش كان يتوقع ان انا اعمل الدور ده كده يعني. وبعدين ده تمثيل يعني مش حقيقة. بس انت اجدت الدور بصراحة. هو جه كده معايا يا ريس عشان هو الدور اسمه المدير العاشق، فلازم يكون عاشق يعني. هيبقى عاشق ازاي؟ صباح الخير يا استاذ. صباح الخير. اخبار التحصيل ايه؟ الاستاذ محفوظ لسه ما جاش. وايه الاستاذ المدير المبيعات فين؟ عماله ارن عليه ما بيردش عليا. هو انا مش فاهمه، كل حاجه على دماغي في الشركه دي مش كفايه، جايين شغلانتين. مش فاضيه يا سيدي. الشغلانه الاولانيه في المطار، كل الناس عماله تسافر وانا قاعده مكاني. والتانيه في البنك، كل الناس عماله تعد في فلوس وملايين وانا جيبي فاضي. هزودك بجد؟ بجد وهرقيكي كمان. مش هسيبك. اتفضل معايا. لا انا عايز شويه خناشير كده، شويه خناشير كده عشان خلاص مش عايز جمالات تاني. طب مين من الممثلين الكبار يعني انت معجب بيهم؟ انا مش معجب بيهم، انا الحريم مش معجب بالحريم خالص. الحريم مش معجب بيهم. مش معجب بيهم خالص. طب تقول ايه للاستاذ احمد شعبان؟ اقول له ربنا يوفقك ويسعدك ربنا دايما، وانت من الشخصيات المحترمه اللي انا عرفتها. ربنا يبارك لك يا رب. استاذ خالد ما بيجيبش حد وحش، استاذ خالد شخصيه محترمه، وربنا يسعدك ويفرح قلبك دايما. ربنا يبارك فيك. ان شاء الله هنشوفك في ادوار حلوه ان شاء الله. الحلقات الجايه ان شاء الله. حبيبي يا ريس. حبيبي. حبيبي.